مدرستنا كفر بيت الحارون هنقدم استكمالا لتلوث الهواء وظاهرة حرق قش الأرز. نحن نقوم بعمل ندوة في مدرستنا كفر بيت الحارون الابتدائية عن حرق قش الأرز. طبعا دي ظاهرة منتشرة في مصرنا ويجب التصدي لها، وتقوم الدولة بعدة جهود للتصدي لهذه الظاهرة السيئة. يبقى نحن ضد حرق قش الأرز لأنه يسبب أضرار كثيرة في تلوث الهواء والسحابة السوداء المنتشرة في هذه الفترة. يبقى نحن في موسم حصاد الأرز. طبعا أنا جبت عينة من حصاد الأرز اهوت عبارة عن قش اهوت، دي بعد تجميع محصول الأرز. والفترة دي هتلاحظ السحابة السوداء، ومن أهم أسبابها حرق هذا القش اللي هو قش الأرز. طبعا دي ظاهرة سلبية في مصرنا الحقيقة ويجب التصدي لها. قامت الدولة بعدة قوانين والتزامات للفلاح المصري بعمل إعادة تدوير لهذا المشروع، مشروع قش الأرز. تمام كده؟ يبقى أول نقطة يا أولاد ضد ظاهرة حرق قش الأرز. ليه يا أستاذ؟ لما يسببه من أضرار التلوث الهواء والآثار السلبية على الصحة العامة، واللي هي شايفينها دلوقتي. طيب. تاني نقطة، في نوع من الموارد الحرة والموارد النادرة. الموارد الحرة اتفضلوا لي كده. ماشي اتفضل. الاستخدام الإنسان ده اتفضل يا فندم. ما قالت لي يا أولاد الموارد الحرة التي لا تنفذ باستخدام الإنسان لها. جهود الدولة تصب على استخدام الطاقة المتجددة في حياتنا، كلها مشروعات لاستعمال الطاقة النظيفة عن طريق المواد المتجددة اللي هي زي الشمس، الهواء، التربة. دي 3 مواد من الموارد المتجددة. طبعا الشمس عمرها ما تخلص ولا الهواء، دي لازم نستفيد بها. وقامت الدولة بعمل مشروع ضخم في العين السخنة، مشروع اسمه مشروع تحلية المياه في السويس. المشروع ده أكبر محطة تحلية مياه في الشرق الأوسط. قامت الدولة بعمل هذا المشروع في العين السخنة. تمام. يبقى من مجهود الدولة أول حاجة زرع أو تشجير 100 مليون شجرة. دي مهمة جدا في خفض الانبعاثات الحرارية. تمام. يبقى كده عشان نرتب الندوة بتاعتنا، نحن ضد حرق قش الأرز، عرفنا التلوث، الموارد بأنواعها. الموارد يا أولاد الغير متجددة زي الفحم، البترول، الغاز الطبيعي، دول لازم نقنن استخدامهم. أضراره اللي هو تلوث البيئة والانبعاثات الحرارية. خلاص؟ طيب. مشروع برضه قامت به الدولة وهو استخدام الغاز الطبيعي في اللي هي السيارات ووسائل المواصلات، ودي المشروع في القاهرة دلوقتي وهيتدرج في باقي المحافظات. تمام كده؟ يبقى خلاصة الندوة يا جماعة عشان نعرف مجزى الندوة. أول حاجة ظاهرة السحابة السوداء، تعرف مصدرها اللي هي حرق قش الأرز. تمام كده؟ عرفنا الموارد نوعين، موارد متجددة زي الشمس والهواء والتربة، ولازم الدولة بتستخدم الأجهزة الحديثة فيه. يعني بتتجه إليه. بنلغي بقى، عايزين نلغي البترول والفحم والحاجات ديت للتلوث بقى. تاني حاجة المشروعات اللي قامت بها الدولة، مشروعات تحلية المياه في السويس اللي هي العين السخنة، أكبر مشروع لتحلية المياه لزيادة نسبة المياه العذبة. طبعا في حاجة تانية يا أولاد قبل ما نختم، اللي هي ظاهرة السحابة السوداء التنمية المستدامة. دي أهم حاجة، خلاصة التنمية المستدامة. التنمية المستدامة تقوم الدولة بعمل تحضر للأخضر. الندوة دي تحضر للأخضر، يعني نشوف كل اللي حوالينا ازاي عن طريق زراعة كل أشجار في المدارس، في حول المنازل. دي اسمها تحضر للأخضر، يعني جاهز نفسك تبقى اللي حواليك كله أخضر. هتشوف البتاع دي. يبقى أول حاجة خلاصة ندوتنا اتكلمنا على السحابة السوداء، ونحن ضد ظاهرة حرق قش الأرز والموارد المتجددة وغير المتجددة، والدولة مشكورا عرفنا بتهدف إلى التنمية المستدامة. طيب قبل ما أخرج يبقى نعرف المحاور اللي درسناها. مين اللي يقول لي إحنا ضد ولا مع حرق قش الأرز؟ ضد، لأنه يسبب تلوث للبيئة. تمام. قوم يا حماد.
طيب ما هي الموارد الحرة التي لا باستخدام الانسان ايه؟ لا برافو عليك يا احمد. نادرة اتفضلي يا أحمد. برافو عليك، زي البترول والغاز الطبيعي. الدولة بتتجه لاستخدام الغاز ايه؟ في استخدام المواصلات وعملت محطات كده. طيب يبقى كده يا اولاد، يبقى ندوتنا عشان اختم بقى ونسال بقى. يبقى نحن ضد حياه ايه؟ حرق قش الارز، ده اول نقطه. ثاني نقطه، عرفنا الموارد انواعها وتلوثها وما بيسببه من التلوث، وتتجه الدوله الى التنميه المستدامه وتحضر للامر. هو ده المشروع القومي لازم نساند الدوله فيه. طب انت هتسانده ازاي؟ اول حاجه كطالب زرع غرس الاشجار في المدارس، ده اول حاجه، او في البيوت. تمام؟ التوعيه باضرار حرق قش ايه؟ في الارز، والتنميه المستدامه. تمام؟ والمشروعات لازم تعرف المشروعات اللي الدوله عملتها. تمام؟ في العاصمه الاداريه الجديده. يبقى اول حاجه هو المشروع القومي اللي هو تحضر للامر. يبقى احنا ناقشنا ندوه عن حرق قش الارز، عملنا التنميه المستدامه، ظاهره السحابه السوداء اللي هتظهر كمان شهر تاني، ونحن في موسم ايه؟ حصاد الارز. يبقى طيب نعمل ايه بقى في قش الارز يا جماعه؟ الدوله مشكوره قامت بعقد اتفاقيات مع الفلاحين بتجميع قش الارز، وعملوا تكبيسات عباره عن مكعبات وصناعه بعض الابراج للطباعه. شفتوا بقى؟ يبقى كده نحن ضد حرق قش الارز.